هلو هلو، ازيكم حبايبنا في كل مكان. النهاردة هنعمل مع بعض دجاج مقلي مقرمش على طريقة كنتاكي في البيت، مقرمش من بره وطري من جوه. تابعوني خطوة بخطوة عشان تعرفوا الأسرار، سر التتبيلة وسر القرمشة. يلا بينا. معانا 2 باوند أجنحة دجاج كبيرة الحجم، يعني أقل من الكيلو بشوية، مغسولة ومتصفية كويس. مقادير النقع: مية باردة، معلقة كبيرة دقيق، معلقة صغيرة خل، معلقة صغيرة ملح. في بولة كبيرة بنحط المية الباردة وعليها الخل والملح والدقيق ونقلبهم كويس، ونغطس قطع الدجاج في محلول النقع لمدة لا تقل عن 10 دقايق. والخطوة دي مهمة عشان بيخلينا نتخلص من أي ريحة زفارة أو بقايا دم أو شوائب على الجلد. بنصفي قطع الدجاج ونغسلها كويس وننشفها. مقادير التتبيلة: 1 كوب حليب، معلقة خل، 2 كوب دقيق، 1 معلقة صغيرة ملح، 1 معلقة صغيرة فلفل اسود، 1 معلقة صغيرة بابريكا، نص معلقة صغيرة توم باودر، نص معلقة صغيرة بصل باودر. يلا نجهز التتبيلة. في بولة كبيرة بنضيف كل المكونات ونمزجهم مع بعض كويس، وإضافة الخل على الحليب. احنا كده بنعمل لبن رايب خفيف، وده ليه فوائد كتيرة. هو اللي بيخلي قطع الدجاج بتبقى طرية وبتحافظ على العصارة بتاعتها من جوه، وكمان الحليب بيعمل طبقة لزجة خفيفة، ده اللي بيخلي الدقيق يمسك كويس جدا، ده اللي بيدينا القرمشة في الآخر. بنضيف قطع الدجاج في التتبيلة ونغطيهم تماما. نغطيهم بالاسترتش وننقعهم في التتبيلة مش أقل من 4 ساعات، أو يفضل إن احنا نسيبهم في التلاجة ليلة كاملة. مقادير خلطة الدقيق السرية اللي فيها سر القرمشة: 2 كوب دقيق، 2 معلقة كبيرة نشا، 1 معلقة صغيرة ملح، 1 معلقة صغيرة فلفل اسود، 1 معلقة صغيرة بابريكا، نص معلقة صغيرة كركم، نص معلقة صغيرة توم باودر، نص معلقة صغيرة بصل باودر، نص معلقة صغيرة جنزبيل باودر، وده اختياري. يلا نحضر خلطة الدقيق. في بولة تانية بنضيف كل المكونات ونخلطهم مع بعض كويس. وتعالوا أقول لكم على سر القرمشة، والسر بيبقى في إضافة النشا، هو اللي بيخلي الطبقة الخارجية مقرمشة وبتفضل مقرمشة مدة طويلة حتى لو باتت لتاني يوم. وكل ما بنضيف نشا أكتر كل ما بيساعد على القرمشة تبقى أكتر وأكتر، وكمان بيقلل من امتصاص الزيت. بنطلع قطع الفراخ من التتبيلة ومن غير ما بننشفها بنغطيها كويس جدا في خلطة الدقيق، وبنضغط عليها ضغطة خفيفة بإيدينا. والتكتلات والكرمشة دي هو ده اللي بيدينا شكل دجاج كنتاكي المقرمش الشهير.
وبعد ما غطسنا قطع الدجاج من التتبيلة على الدقيق بنرجعها تاني في التتبيلة وبعدين على الدقيق مرة تانية، وبنضغط ضغطة خفيفة وما بنسويش الدقيق، بنسيبه على الشكل بتاعه خشن وفيه زي كرمشة كده، وده اللي بيدينا شكل دجاج كنتاكي. وبعد ما غلفنا قطع الدجاج مرتين في الدقيق بنسيبها ترتاح من 10 ل 15 دقيقة قبل القلي، ودوت اللي بيثبت الطبقة الخارجية وما بيخلاش بتقع في الزيت. يلا بينا نقلي في زيت غزير ودرجة حرارة متوسطة مش عالية قوي. بننزل قطع الدجاج وما نلمسهاش أول 4 ل 5 دقايق، ولو الحرارة عالية قوي مش هتستوي كويس ومش هتدينا اللون المظبوط. وبنقليهم ما بين 12 ل 15 دقيقة على حسب حجم القطع، وبنقليهم لحد ما بياخد اللون الذهبي البني ويبقى مقرمش. وبعد كده بنطلع قطع الدجاج على الشبكة عشان تصفي الزيت وتحتفظ بالقرمشة. وقبل ما بنحط الكمية الباقية بنشيل أي بقايا واقعة في الزيت. وبكده عملنا احلى والذ دجاج مقلي مقرمش مثالي تماما زي دجاج كنتاكي، ويمكن كمان احلى لانه متحضر في البيت وبطريقة صحية والطعم حكاية. جربوها واستمتعوا بالطعم، القرمشة اللي من بره وطري وجوسي من جوه. الاولاد هيحبوها وانتوا كمان هتحبوها، وممكن كمان تقدموها جنب اي صوص انتوا بتفضلوه. اسمعوا كده صوت القرمشة. ولو عجبتكم وصفة النهاردة ما تنسوش تعملوا لايك وشير وكومنت جميل، واشتركوا في القناة عشان يوصلكوا كل جديد، واستنوني مع وصفات تانية كتيرة جميلة ولذيذة. باي باي.